تجمع موقف حصل النهارده امام بيت او مقر اقامه الاستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي. النهارده تجمع عشرات امام البيت في الحي المتميز في مدينه 6 اكتوبر ورددوا هتافات بتتهمه بالفساد. يا جماعه ده القصر بتاع مصطفى بكري. احنا موجودين دلوقتي في مدينه 6 اكتوبر قدام قصر مصطفى بكري باشا. القصر ده ثمنه 22 مليون جنيه. القصر مملوك لزوجة الاستاذ مصطفى بكري. طبعا هو بينكر تماما وقال في قناه الحياه ان هو ما عندوش الا 350 الف جنيه رصيده في البنوك كلها. طبعا حكايه القصر ده حكايه كبيره قوي، حكايه طويله عريضه يعني. عايز اقول لحضرتك حكايه مصطفى بكري مع مسجل خطر امن عام فئه الف فرض سيطرته يدعى سامي عبد العزيز امين ابراهيم وزوجته المزوره صبوره محمد السيد. في عام 99 كتب مصطفى بكري في جريدته الاسبوع موضوعا بعنوان بلطجي يحكم مدينه 6 اكتوبر ضد بلطجي يدعى سامي عبد العزيز امين ابراهيم قام بالاعتداء على مدرسه في الشارع هو ورجالته وتسبب في اجهاض المدرسه نهله، بالاضافه الى عده قضايا اعتداءات على السكان. وكانت قضيه البلطجي اهم ما صار الراي العام وتدخل الوزراء لسرعه محاكمه البلطجي. في عام 2001 وبالتحديد يوم 6/1/2011 كانت الصفقه القذره التي لم نكتشفها الا بالامس لتجيب على كل الاسئله الحائره. فقد عقد مصطفى بكري بعدما باع قضيه المدرسه نهله صفقه قذره مع المسجل خطر وزوجته، وقام بمشاركتها في انشاء شركه تدعى ايادي من خلال زوجه مصطفى بكري التي صنع منها غطاء لكل اعماله المشبوهه وهي تدعى عفاف احمد محمد، ورقم البطاقه معاها والمستندات بكل الكلام ده موجود. وقام بمشاركه زوجات البلطجي سامي عبد العزيز امين ابراهيم وكان قاعد في ولايه دكروري طبعا وزوجته صبوره محمد السيد، واتخذوا عماره رقم 22 الحي المتميز بمدينه 6 اكتوبر اعلى بنك الاسكان والتعمير، وتم اطلاق اسم ايادي على الشركه غير معلومه النشاط. مش عارف مشروع بدأ الشغل بين بكري ومسجل خطر. استغل فيه بكري اسم المسجل خطر واسم زوجته عفاف لعقد صفقات واراضي ليس معلوم مصدر اموالها، حيث ان المسجل خطر لم يكن يملك اي اموال تذكر غير شقته المتواضعه التي اتخذها مقرا لشركته مع زوجة بكري، ولم يكن بكري يملك اموالا تذكر. مع ذلك اشترى 2 اراضي بملايين غير معلومه مصدرها. فقام المسجل خطر بشراء اراضي لشركه ايادي هو وشركائه، ومنهم عفاف زوجة بكري. عفاف من اسره معدومه وكانت تعمل صحفيه اجلسها مصطفى في المنزل، فقام بشراء القطع رقم 1 و2 و3 في الحي المتميز، والقطع رقم 2 و3 و4 بجوار القطع 602 بالحي المتميز بمدينه 6 اكتوبر بمبلغ وقدره رقم كبير جنبه 6 صفار باسم شركه ايادي، وهو ذات الموقع الذي بنى مصطفى بكري قصره في الحي المتميز اللي قدام حضراتكم ده. القصر الكبير اللي قدام حضراتكم ده. وهكذا كان اصطناع الاراضي متوازيا بين مصطفى وزوجته والمسجل خطر الذي ساعده مصطفى شريكه في الشركه على ان يصبح تربويا بالتزوير بشهادات مزوره رغم سجله الاجرام، ورغم ان مصطفى بكري كتب سنه 98 في جريده الاسبوع مقاله بعنوان بلطجي يحكم 6 اكتوبر. هو ده نفس البلطجي اللي هو شريكه دلوقتي. طبعا الموضوع دي يا جماعه معانا بالمستندات، وفي بلاغات للنائب العام وللنيابه العسكريه متقدمه وما مشيتش لحد دلوقتي واترمخ عليها. عايزين نعرف الكلام ده لمصلحه مين؟ لمصلحه مين البلاغات اللي اتقدمت ضد مصطفى بكري للنائب العام ما اتحققش فيها لحد دلوقتي؟ قضيه فساد اقوى من اي فساد. مصطفى بكري اللي عامل شريك الثورات، كل ده يا جماعه بالمستندات والاوراق معايا. وفي مايا هجيب بلاغ مقدم برقم 1474 لسنه 2011 ضد المسجل خطر وزوجته ويحقق فيه المستشار احمد يوسف بنيابه 6 اكتوبر. البلاغ ده واقف لحد دلوقتي ما بيتحققش فيه، الله اعلم برضه لمصلحه مين. سياده النائب العام بلاغ رقم 83207 لسنه 2011 بتاريخ 9/6/2011. البلاغ ده واقف ما بيتحققش فيه، الله اعلم لصالح مين. ما نعرفش كان فوق قانون ولا لا.
جريدة المصري اليوم بتنشر خبر ان الاستاذة جيهان سليمان قدمت بلاغ للنيابة العامة والعسكرية تحققان في بلاغ يتهم مصطفى بكري بالكسب غير المشروع وتهديد مذيع. البلاغ راح فين الله اعلم. هنعرف دلوقتي البلاغ راح فين، هنعرف كل حاجه، كل حاجه في المستندات. معانا الشهادة المزورة بتاع البلطجي، معانا الشهادة المزورة. نصورها بس نشوف نسخه منها. كل النسخ يا محمد هتنزل بالفيديوهات على الفيديوهات بتاع شباب بركان الغضب. تمام. البلاغ المقال اللي كتبه الاستاذ مصطفى بكري في الجريده بلطجي يحكم 6 اكتوبر. وبقى شريك والله اعلم. وبقى شريكه دلوقتي. يا سلام، جميل جميل. بلاغ تاني رقم 9452 بتاريخ 6/8 للنائب العام، قدمه الاستاذ مصطفى بكري رئيس مجلس اداره ورئيس قسم تحرير جريده الاسبوع يوم الاحد الموافق 20 فبراير 2011 ببلاغ ضد الدكتور سيد مشعل وزير الدوله للانتاج الحربي متضمنا وقائع احضار مال عام. طيب الوزير سيد مشعل اهدر المال العام، وحضرتك جبت المال ده منين؟ احنا بنسال الاستاذ مصطفى بكري من اين لك خرب بيوتنا؟ والله العظيم خرب بيوتنا الثوره. والله معاك حق. والله العظيم خرب بيوتنا. اللي عاملين استفاد منها، انتوا طول اعلامهم يستفادوا منها. هم كومونيرات حضرتك هم الناس اللي وهم اصلا الناس المرتاحه. هي دي الناس اللي قامت بالثوره حضرتك، هي دي. هم دول هم عايزين ايه؟ هم وقفوا لا حضرتك مش كده. طلع في التلفزيون قال لك انا ثروته 350,000 جنيه، طلع عنده 22 مليون جنيه وما خفي كان اعظم. صاحبي مستكترين على رئيس جمهوريه عنده 5 فيلل. مستكترين عليه انه عنده 5 فيلل. لا عندك انت ولا ايه؟ مشارك سامي سبوره لو تعرفه، هو ومراته. يا عم ده شركه ايادي. ايه؟ في شركه ايادي سامي سبوره ومراته مشاركهم. والله اعلم بقى بيه. اللهم بص اللي استفاد في مصر كلهم دول كل استفادوا هم الثوره ديت، هم الاعلام اللي استفاد يا عم بس هم الصحفيين والاعلاميين هم اللي استفادوا. اللي عمل له قناه في التلفزيون، واللي عمل له قناه في الفضائيه، واللي عمل له بتاع برنامج، وحتى شاب الثوره كل واحد عمل له برنامج في التلفزيون بياخد له مليون جنيه، اللي ياخد له 2 مليون جنيه، اللي ياخد له 3 مليون جنيه. والناس المحترمه اللي بتاكل عيشه معانا انا بقيت والله العظيم 8 اشهر على ان نعمه رب، والله العظيم 8 اشهر ما دخل محلي ولا دخل بيتي اكتر من 30 جنيه. وعز الجلال لله والله العظيم 3. ايه اللي حضرتك استفدت بقى من الثوره؟ ولا حضرتك بكلامك ده اللي استفدت من الثوره كده؟ بقول لك انت مش سامع الكلام ولا ما بتفهمش في الكلام. يعني ما بقول لك ايه؟ لا استفاد منها الفوضى، واستفاد منها الانفلات الامني، واستفاد منها ان كل الناس الفسدة هم اللي عليوا على المجتمع دلوقتي، والمجتمع هينزل في الحضيض اكتر، سواء ناس بسيطه ورجال اعمال. ثوره الخراب، ثوره الحزن والهم والنكد. فين الامان؟ فين الامان اللي في مصر؟ مفيش امان. امبارح يصير يشخوا خارة على عساكر، على الشرطه اللي بتحمينا، اللي المفروض واقفه معانا، بيشخوا عليهم خارة ووساخه ونتنوا. دي خساره وقله ادب. ما هي دي نتائج الثوره، هي دي نتائج الثوره اللي بيدعي ليها واحد فاسد زي ده. المبادئ، يقول لك المبادئ والقيم، هم ما يعرفوش حاجه في المبادئ والقيم. تيجي بكره. شكرا يا فندم. كله جاي واتطرد من النادي بتاع 6 اكتوبر واتطرد من نادي الصيد. وادي مرافق الاصل كلها موجوده، محمد علي الاصول كلها موجوده. شركه سامي وشركه سبوره، السبوره دي مرات سامي عبد العزيز، شركه ايس وزوجة مصطفى بكري. الحاكم الفاسدين وهو مع اول ناس فاسدين. سنه 99 عمل بلاغ في جريده الاسبوع بيقول فيه البلطجي يحكم 6 اكتوبر على سامي دوله، بقى صاحبه دلوقتي وشريكه ازاي ما تفهمش. شوف فيلا ثانيه في الفاتن الله اعلم. اللي نعرفه الورق اللي وصل لنا الاصل ده، والبلاغات دي عند النائب العام دلوقتي والله اعلم ليه ما تحققش فيها لمصلحه مين. مين اللي فاسد تاني بيداروا عليه في البلد؟ عايزين نعرف. بعد حسني مبارك وبعد الناس دي كلها قعدوا يقولوا النظام فاسد والنظام حرامي، دلوقتي عايزين نعرف مين الحراميه الحقيقيه. انتوا عارفين الحكايه يا اهل اكتوبر، ما انتوا عارفينها اهي. اصرف ب 22 مليون جنيه ويطلع لك معيش ب 350,000 جنيه، هو ده اللي معايا. الورق اللي طابعينه فين؟ ايه؟ الورق اللي طابعينه. عايز قضيه اجيب لك قضيه. هو بالاستاذ بكل حاجه، كان مش كلام والله ما كلام. فرق الاستاذ بمحضر برقم والله ما كلام. ما كل حرامي قاعد في القناه دلوقتي عشان يسكتوه، عشان بما انك متعلم ومثقف القضيه كلها بين ايديك، عايزك تقراها.
مش قضيه، دي 30 قضيه تزوير شهادات. بلاغات عند النائب العام ما اتحركتش لحد دلوقتي. بلاغات للنيابه العسكريه ما اتحركتش لحد دلوقتي. كل الناس اللي مقدمه البلاغات ديت تم تهديدها وتم تهديد اولادها وتم تكسير عربياتهم. عايزين نعرف الراجل ده مين اللي بيحميه في البلد. عايزين نعرف لمصلحه مين الراجل ده بيتم حمايته في البلد. ولماذا تم الصمود حتى الان؟ عايزين نقول لحضرتك سؤال تاني صغير جدا. لماذا تم الصمود حتى الان من جانب النائب العام؟ ازاي النائب العام ساكت؟ عايزين نقول لحضرتك سؤال صغير جدا. ايه ده اللي نعرفه، فما بالك باللي ما نعرفوش. في تاني ليه 3 كيلو في النسائي اللي عملها مع المنتدى الخطأ كلها والحاجات سوى الابن مع اللي حضرتك بتقولي كام فيلا؟ بكري عنده هنا قصر كبير جدا مبني على ارض شركه ايادي، جنب القصر على طول في ارض كبيره جدا بتاع شركه ايادي بالملايين باسم مراته وباسم واحده خريجه سجون اسمها صبوره، كانت بوابه وبقت صاحبه مدرسه ومسجل خطر. كان مسجل خطر ودلوقتي عامله مصطفى بكري دكتور وبيغسل معاه امواله، وعندهم 3 فيلل في المنطقه السياحيه واخدينها من ارض وزاره الزراعه بطريقه غير مشروعه. القصر بتاعه ده مبني بشكل غير قانوني على مساحه 100% مخالف للقانون. طب حضرتك ممكن تنزلي بس تقفي معانا 5 دقايق بس؟ ممكن تنزلي تقفي معانا؟ يا ريت لو بعد اذنك يعني. رموز الثوره. يسري فوق ده يسري فوق ده معاه الجنسيه الانجليزيه. يسري فوق ده معاه الجنسيه الانجليزيه، ده متربي في بي سي. عارف الشعب المصري هو يعرف ان الحته هم الشعب المصري. محمود سعد اللي مش عاجبه 9 مليون قال له هتاخد مليون جنيه في السنه، مش عاجبه قال لك دي مش عاجبه. اللي خلى كيلو اللبن كان ب 4 جنيه بسببه وصل 7 جنيه بسبب محمود سعد عشان يدوا له الفلوس عشان يدوا الملايين. حسن مبارك يتحبس ازاي؟ هو فوق قانون مصطفى بكري مش فوق قانون صح؟ بس كله يتحكم عليه. مصطفى بكري محمود سعد اللي مرتبه 9 مليون جنيه. حرام ايه ده كله؟ انت راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ رأيي أنا معاكم طبعا. معانا في ضد الفساد؟ طبعا. أنا معاكم ضد الفساد طبعا. اي فاسد مهما يكون؟ مهما يكون، لو أبويا حضرتك. سواء راجل كبير راجل صغير وزير. لو أبويا حضرتك. انت كنت مؤيد لرئيس الجمهوريه ان هو لو فاسد يتحاكم. طبعا. فهل مصطفى بكري مع المستندات هل يتحاكم ولا ما يحاكمش؟ حاكم لو فاسد. ليه النائب العام اخفى المستندات دي حتى الان؟ هل في سلطه اعلى من رئيس الجمهوريه ان هو يتحاكم؟ معروض للبيع يعني ولا مش معروض للبيع؟ واخده بطريقه غير مشروعه. 22 مليون. نعرف جاب منين مصطفى بكري 22 مليون جنيه؟ يبقى عنده قصر. هو الواحد اللي معاه 22 مليون ده الدنيا كلها حراميه. كلهم حراميه. انت مؤيد ان مصطفى بكري حرامي؟ ده اكيد يعني. شكرا يا فندم.